السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، بعد غياب رجعنا لكم فيديو هادف ان شاء الله ينال اعجابكم. وقبل البدء فعلوا لايك ونشر الرابط عند الخبره على الجرس يصلكم كل جديد. ادعموهم، مستاهلوا والله انهم تعبوا تعب خليها على الله. عولهم لايك واشتراك تمام وفعل الجرس وخليكم مع الفيديو. الله على شبك. كمل على جماعة، ليش ما تكلميني؟ يا انا داري ما مش معك عمال واقف هذا الايام. جماعة مش مهم هذا، انت عارف ان انت من طبيب قلب ضروري تستمري على العلاج، وصل ما زلت انا بدبر نفسي. خير ان شاء الله. راسي ما انا هسير اشتري علاج. السلام عليكم يا عم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتكي في موضوع ضروري يا عم. ايش بالموضوع؟ موضوع مهم ندخل نتكلم داخل. تفضل. خير يا قصي مالك؟ يا عم عبد الله انت عارف ان من بعد ما مات ابي ما بقى معانا بعد الله الا انت. ايوه انا عارف هذا الخبر كله، انت واصل وانت تكرره، ما هو الجديد في هذا؟ يا عم عبد الله انت داري ان امي مريضه وعلاجها قد كمل وما بش معي فلوس اشيل لها علاج، وانا جالس هذا الايام ادور على عمل. طيب وانا ايش افعل لك؟ ايش المطلوب مني؟ يا عم انا اشتي فلوس اشيل لامي لاجل انه ضروري. وانا من ادي لك او بتبصر البنك في عرضي، قد امك حتموت جالس تشقى على علاجها، خليها تموت وتشقى عليها حتشيب وانت تشقى على علاجها. وانت ايش دخلك؟ اشقي عليها لما اموت وبعدها عاد ورث ابي عندك اشتي من حق ابي. ورث ابوك كذا اديته لكم شقه تسكنوا فيها، احمدوا الله. معنا شقه وانت معك البيت كامل وبعدها باقي المحل اشتي قسمي من المحل. المحل انا اشتغلت فيه وحدي من بعد ما مات ابوك، ما بش لك حاجه عندي، يلا اقلع من هنا. جاي قاسمني. هيا امك كيف حالك؟ تفتح انت؟ يا ابني وين انت تاخرت لهذا الساعه؟ اقلقتني عليك. اشتريت العلاجات، وهو العلاجات بيكفنش لبعد نص سنة وضروري تلتزمي بهن. منين اديت الزلط وانت ما بش معك؟ حولا من فلوس ابي. فلوس ابوك؟ انا مش اكثر من مره بين اقول لك لا تكون تصير عند عمك حق مشاكل. يما احنا اصحاب الحق وصاحب الحق ما يخاف. هذا العلاج. تسرقني يا كلب؟ انا ما سرقتك، انا شليت من حق ابي. ابوك مات الله يرحمه وشكلك ما تموت بعده. يا عم صلي على النبي، انا زي ابنك وبعدين ما شليت الا وانا محتاج. واذا انت محتاج تسرق عمك؟ خير الله موجود معك يا عم، وانا ما ضربتها وانت ما رضيت، امي حتموت اذا مديت لها علاج. احسن شيء اني تموت وانت تموت بعد ابوك واسكه اذن. هي 100,000 اصبر لي شهر شو اشتغل وشاري جحاله. السارق جزاء الموت وانت استخدمت بيتي وسرقت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يوم جميل ان شاء الله. هذا لبس وتهندم الي. بالله ان شاء الله يومه بيكون اليوم اجمل يوم في حياتي ان شاء الله. ان شاء الله بس ما به اليوم. ما بالله يومه بروح اقدم على عمل في الشركه وان شاء الله يقبلوني. من تعرف هذا الشركه؟ ما بالله صاحبي بيشتغل هنا مع علاقه قويه مع المدير، وهو بيتوسط لي عنده يجي يشتغل هنا.
ان شاء الله ما ننجح. الله يوفقك ابني. ان شاء الله يقبل. ادعي لي ما ادعي لي. الله يوفقك ان شاء الله ويدي لك الذي في نفسك. اهم شيء لا تتاخرش وانتبه على نفسك. ان شاء الله يا ماما ان شاء الله. الله معك. ما هو معله استاذي والله ما شايف سقف متنا ما هتاك عشان اضيف بينك تمام هداك خلاص ما هتاك حسبنا الله ونعم الوكيل. الحين كيف لسه نقدم على العمل؟ انا ساري اقدم على عمل. استغفر الله العظيم. طبعا يا مدير تتليم قصيدة يا صاحبي اللي كلمتك عليه ورايدين منك تبسل له عمل يعني ويعني مجتهد وان شاء الله يبيض وجهك. هذا هو. ايوه يا مدير اتمنى تشغلني عندك في اي عمل. قد جابرني عمر عليك واحنا قد بسرنا لك عمل، بس اهم شيء انك تنضبط بالدواء وتخلص لعملك. لا تقلق يا مدير، ان شاء الله اكون عند حسن ظنك. ده الحين تكون مع عمر وهو يوريك العمل ويفهمك كل شيء. شكرا يا مدير، والله انه هذا هو العشم فيكم. شكرا الف شكر. في هذا الحين ساعة والله قد بيجيبوها. خلاص صبري كمل. صباح الخير. يا صباح النور، وصلنا بنفس التوقيت ما شاء الله. شكلي تأخرت. تاخرتي؟ بالعكس جيتي بدري. بعدين حتى لو تاخرتي ايش فيها، انا فاضي ما في مهري، انتظر حتى لا اظن. طبعا بمناسبة هذا اليوم الجميل شليت لك أحلى هدية. هدية ايش هي؟ تلفون نت 20. والله اني جمعت مصروف يوم كامل عشان اشتري ليش هذا التلفون. الله، تلفون نت 20. شكرا، مش عارفة كيف اشكرك والله. لا عادي، ما في داعي تشكريني، هذا واجبك. يلا باي، تأخرت على البيت. يلا باي باي. صباح الخير يا أبا. صباح النور. خير يا أبا، ما تشتي؟ اشتك في موضوع من؟ موضوع ما هو؟ انت داري ان العام الاخير خرج من العمل؟ أيوة. وكانوا من افضل العمال عندنا واكفأهم. داري انه دخلهم ما يفهمش ولا شيء وفهم كل العمل سريع وراح له. ما شاء الله، ليتوا كل العمال نفسه. العمال ان انا اشيك انت تمسك عملك وترفع راسي. ابشر يا أبا، أكون أفضل من العمال ب1000 درجة، أنا داري من معهم. ان شاء الله يا ولدي، واذا نجحت في عملك ابشر بالذي تشتي من هذا. خلاص يا أبا علي، لا تقلقش. الحين انت تصير لا عند عمر وهو حيفهمك بكل عملك. يلا أنا أروح على هناك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم عمي، كيفك جيت؟ والله جيت ابارك لك على المحل الجديد، ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. طبعا هذا تحت المحل، هذا مشروع حلو ان شاء الله ينجح. ان شاء الله انت انسان ناجح ومجتهد في عملك قسما بالله، ما شاء الله. في اي وقت محلك تعال في اي وقت. شي والله شي انا موجود يا ابن عمي. خلاص ابن عمي والله ما تقصر. خاطرك. ايوه اكيد.
وبعد ذا الحين انا اصبحت مدير عام للشركه. ان شاء الله ان شاء الله. احسن هديه، مش احسن هديه ان شاء الله. ان شاء الله. مدير رفيق. لحظه دقائق خليني حاضر واحد. الحين يعني يشغلوني ما خلونيش اشتغل. زباين زحمه. يلا بعدين. هاي ما تشوفوني فين اتكلم. طبعا يا مدير وصلت لنا صفقة كبيرة جدا وبتنفعنا. صفقة؟ شوف شنو احنا حاليا من بلدي عندنا اكثر من 20 صفقة ما حيكملها. طيب انت لو بتشتغل بهمة وبتركز في العمل قد انجزت. ما هذا الدعم ما هو والله ما عاد رجع منزل. الشركة عاد منزل. الله يعني انت بتهم مصلحة الشركة اكثر مني. لا مش هذا خبر. لا اوقات الشركة باسمك مش انا داري. لا فهمني. ولا فهم ولا شيء، انت عامل زي اسمك، عايز تنفذه بس. اهو يرجع صفقات. صفقات من قال؟ قد بتلعب بالشركة على كيفك. لا انت الذي اشتغلت ولا انت الذي فلتت العمل. بعدين بنفس السحبيات بتزيد هذه اليومتين. الطقطق لا عند المزاج. لا يا بلا صدق من الذي قال لك؟ انا داري بكل شيء وانت مراقب. فوق هذا بتهمل العمل وبترد الصفقة. انا يا لو احنا بدينا عمل ليش؟ عشان نزيد نشتغل، بس اي عامل انا انساك عامل ايه؟ انا اليوم شاسر ابشر لي عامل بدلك، وانت من اليوم تصير تشقى عند الناس، لو ما تدري كيف الناس بيعانوا من سب ياكلوا. يلا ما خدعك. خرج. صلي على النبي يا حاج. اخرج. فلوسي المحل قماري فلوسي المحل قماري. يا عم عبد الله سهل المحل ولو حرق، اهم شيء سلامتك، اما الفلوس بتتعوض. كيف تتعوض وقد حرق كل شيء قد حرق. قلت كل شيء حرق في المحل، قلت كل شيء حرق وحتعوض. هذه فلوس الحرام يابا، لو كنت قسمت حق عمي ما كانش عوقع بك هكذا. لكن انت الحين الان لا معك ولا معه. أمانة سامحني يا ولدي، سامحني. أنا حرمتك من ورث أبوك، سامحني. الله يسامحك يا عم عبد الله، وقد الله عوضني الحمد لله. واشتيك عد سامحني يا عم عبد الله، يوم جيت لعندك اشتي فلوس لأمي حني مريضة، على خرجتي لمحت 100,000 شليتها غصب عني، عازبت أمي أشتري لها علاج، وكديتها لك مع عالجتك في المستشفى. الله يسامحك يا ولدي، دنيا وآخرة. كسر المحل على قارب 100,000. السلام عليكم.